السلام عليكم. درت هذا الفيديو لان يلا شفت واحد الفيديو ديال واحد للاسف واحد الشاب يدعي انه تعالج جميع الانواع من السرطانات. للاسف انه من الذكاء ديالو الخبيث ومن الحيلة ديالو الملعونة انه اللبس اللي لابس انه طبيب، يعني الحقيقة واللبس هذا ديال الطبيب. الكلام ديالو كله فيه نفحة دينية باش يوهم الناس بانه راه الانسان كيتقي الله. كيدعي انه يعالج جميع انواع السرطانات وجبد اوراق تليفونات ديال الناس اللي تعالجوا، وعيط 3 الناس اللي تعالجوا في مسرحية ماشي هزيلة، ما عرفتش الوصف ديالها، وكيتكلموا معاه ولا التريتمون تاع الشتي وما تقولش الطبيب ديالك حتى بديتي دير الشيميو ما تقولش منك ديال الاعشاب. شوف المصيبة الكحلة كي دايرة دابا. هذا تيقول ان الناس اللي مرض، كاين الناس اللي مرض سرطان مرحلة متأخرة. الطبيب تيقول بأنه حالة يعني فيه الفوت، راه المعجزة ديال الله كنبقاو دائما كيبقى الأمل. تيقول جيبوا هنية ديال الخير في داك المريض وجيبوا ليا ولا نعالجو. أنواع بنكرياس ريا، الأنواع اللي أي نوع ديال السرطان كيعالجو في المراحل الأخيرة أيضا. أنا شفت هذاك الفيديو بحكم أنني منوع السرطان لسنوات وتعالج بالعلاج الكيميائي، العلاج الإشعاعي، تما العنان كبير ديال المغاربة، لأن واحد المسألة ما نبخسوش بلادنا عاوتاني. أنا المغرب دولة ديال المؤسسات، راه واحد العدد ديال الوزارة، قضاة، وكلاء الملك، مسؤولين كبار راهم في الحبس، وهاد الخينا هذا خاصو يدخل الحبس. خاص الجهات المسؤولة تحرك وتعيط هاد الخاين هذا ودير معاه بحث. كيفاش التليفونات فين هما هاد المرضى اللي عالجتي، كيفاش عالجتيهم، ولا كانت ثاني غادي يعالج لنا المرضى حتى لما يئوس منهم طبيا. فهذا خصو ميزانية اللي كتصرف وزارة الصحة، اللي كتصرف الملايير العلاج ديال المرضى في المراكز العمومية. أنا تدير لي مركز وتعاونو، وعلاش عليا غادي نعذبو راسنا وهاد الأطباء اللي كيتكونو علاش كنصرفو عليهم الطبيب كيطلع مليون درهم، مليون ونص، مليون و500 ألف درهم في العام طبيب؟ علاش؟ لأننا تسينينا الأعشاب. ولهذا أنا كنادي كرئيس جمعية ديال نحو السرطان كمريض سابق، والحمد لله هذا خصو يتحارب. هذا خصو يمشي للمحكمة ويمشي للحبس. كيصدر عباد الله اللي مرض كيبدا المريض راه نموت على المرض وعارف اش كنقول. مريض كتقولي اللي قلت لها مشي ديرها اي حاجة. راه الناس كيشربوا المول، حاجاكم المول ديال البعير كيشربوه، كيديروا حوايج اخرى، اي حاجة كيديروها باش تعلمنا وصلوا على المرحلة. هذا يستغل الدين، يستغل ليماج الصورة ديالو. مسكين تعرف يدوي، يعني متمكن من التواصل، لأنه يضحك على عباد الله بزاف ومدير الرقم ديالو وأنا، وبأنه راه عندو الناس بزاف وغادي يقول عندو الناس بزاف. ولهذا كنتمنى المحاربة ديالو بجميع الأشكال. أنا ما نقول تجي تبارطاجي الفيديو ولا أنا معليش نيفي ولا ما عندي غرض بهداك الشي. أنايا الدور ديالي شفت الفيديو بقى فيا الحال وتدمرت. كما العدد الناس اللي معايا في الجمعية نحو السرطان هما اللي صيفطوا ليا. كنا دابا واحد، أنا متأكد بأن الجمعيات ديال السرطان الحمد لله اللي في المغرب اللي كتخدم بالمعقول كل ما يضر أي واحد غيشوف هاد الفيديو غيضر. ولهذا
ضروري من التدخل ديال الجهات المعنية، الجهات المسؤولة لإيقاف هاد العبث، باش ما يدخلوا لنا عباد الله الناس في الخارج المغرب. وتخيل كيعالج الناس من الأبحاث في أمريكا في أوروبا في آسيا وخدامين على العلاجات ديال السرطان، واحد يجي يقول لك أنايا أجي جيبوا لي أي واحد. لا، خاصنا ضروري تدخل ديال الجهات المعنية. والسلام عليكم.